بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما اقول اي حاجه يا حبايب قلبي، صلوا على النبي، زيدوا النبي صلاه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وقبل ما اقول هنعمل ايه النهارده ان شاء الله من وصفه سهله وبسيطه واقتصاديه ان شاء الله، ما تنسوش تهدينوا من ايديكم باحلى لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لكل حبايبكم ومعارفكم عن مطبخنا المتواضع البسيط، مطبخ ست بسيطه وبنوتتها. يومكم ونهاركم مليان بالسعاده وبرده من عند رب العالمين. قولوا امين. ويلا بينا نشوف ونقول مع بعض النهارده هنعمل ايه. ان شاء الله هنعمل مع بعض العدس. عملنا مع بعض في فيديو سابق شوربه العدس وفتة العدس وكانت بسم الله ما شاء الله. النهارده بقى نعمل العدس بقى اللي انتوا عايزين بقى ايه، تغمسوا منه كده بعيش كده جنب شويه بتنجان حلوين جنب شويه مخلل. نشوف ازاي هتعمل العدس بتاعنا اللي احنا هناكله بقى بعيش النهارده. انا النهارده حبايب قلبي مكوناتنا ايه، عباره عن ربع كيلو من العدس، عندي كام طماطميه، عندي كام فلفل حاميين على بردين، عندي بصلايه حلوه وسط، عندي جزر، عندي بطاطسايه، عندي كوسايه. ايوه حبيبه قلبي هتقولي كوسه، الكوسه دخليها في المكونات اللي ما تبقاش باينه. لما يكون عيالك ما بيحبوش ياكلوا الكوسه كده، وفي نفس الوقت هتعلي قيمه الاكله بتاعتك وهتبقى فيها فايده كبيره. هنعمل ايه بقى، هناخد كل مكوناتنا الحلوه دي في حله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل كده وهنزل على طول كده اهو مره واحده، وهنزل بقى بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل كمان بكوبايه زيها، يعني كوبايه وسط من الميه دي هنزل بيها كوبايتين ميه. خضارنا الحلو دوا على البوتاجاز لما يتسلق كله، اعرف ازاي هلاقي كل حاجه فيه اتهرت، كل خضارنا اللي احنا حاطينه ده اتهرى جامد. صح حبايب قلبي، معلش فاتني هقول لكم ان انا نسيت، معلش وجل بلا يسهو ان انا نسيت احط ايه، كام فص توم حلوين كده هحطهم دلوقتي معايا. كام فص توم هحطهم برده عليه، وزي ما قلت لكم هروح دلوقتي احطهم على البوتاجاز. لما الاقي الخضار كله بقى مهري خالص كده اسيبه لما يبرد واوريه لكم هنعمل فيه ايه. زي ما انتم ما شايفين العدس اهو استوى والخضار بتاعنا اتهرى فيه، وانا سيبته بارد خالص زي ما انتم ما شايفين. هاخده دلوقتي بقى على الخلاط واقوم ضرباه زي ما انتم ما شايفين. نروح العدس بقى كمون وكزبره، هاخد كده كمون بسم الله الرحمن الرحيم، كزبره اهو، واحط الملح المتبهر بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم اهو، واقلب. حطيت الكزبره، حطيت الملح المتبهر، هحطه بقى على البوتاجاز ياخد غلوه. وهو بياخد غلوه تعالى اقول لكم هنعمل ايه كمان جنبه على البوتاجاز. انا حاطه العدس على البوتاجاز زي ما قلت لكم ياخد غلوه. جيت هنا جبت شويه زيت في قلب طاسه وبصلايه صغيره اهي قطعتها، مجرد ما تدبل معايا اقوم نازله بالشعريه بسم الله الرحمن الرحيم. الشعريه بقى تاخد وتدي مع البصل اهو. دي طريقه بقى جميله وحلوه وتخلي الشعريه مع البصل كده تبقى مسكره وجميله وطعمها في منتهى الجمال. واقلب لحد ما قبل ما تخش على اللون الذهبي اقول لكم بقى ايه الخطوه اللي هعملها قبل بعد كده. الشعريه ما تدخل على اللون الذهبي زي ما قلت لكم انزل بمعلقه توم مفرومه صغيره، معلقه توم مفرومه صغيره احطها كده واقوم اقلب بسم الله الرحمن الرحيم اهو. برده نص معلقه من الكمون ونص معلقه من الكزبره واقوم مقلبه حلوه قوي، واقوم شايله بقى. هي خدت اللون الذهبي الحلو الجميل اهو، وحطينا لها كل حاجه الله على ريحتها وعلى جمالها. عندنا بيغلى اقوم نازله بقى بالشعريه والخلطه الحلوه دي بسم الله الرحمن الرحيم قيمه دقيقتين بالظبط، واقوم قافله ما كترش عن كده، لان كده كده العدس اهو بيغلي ومستوي والشعريه متحمره وفيها كل حاجه حلوه ومستويه. يا دوبك دقيقتين واقوم قافله عليها ومغطيه الشعريه. كتمه الغطا على الحله هتخلي الشعريه تستوي. يا جماله يا حلاوته، الله اكبر على شويه العدس بقى كده جنب شويه بتنجان وفلفل، حاجه الله اكبر ما شاء الله يا حبايب قلبي. احلى شويه عدس عملناهم بسهوله وببساطه وبتكات وبحركات الست بسيطه. ايه البسيطه جنب شويه عيش كده، تقولي بقى ناشفين انت بقى تحمصيهم في فرن البوتاجاز طريين زي كده، حاجه حلوه وجميله. قومي يا ست الكل يا محتاره ان انت تعملي غدا ايه النهارده، قومي اعملي شويه عدس. ما تقوليش بقى احنا في شتاء، احنا في صيف، احنا في حر، احنا في برد. اي وقت تكوني محتاره
في الاكل وعندك شويه عدس كده بساط مع شويه شعريه شويه بتنجان، قومي اعملي احلى غدوه لعيالك، بسم الله ما شاء الله، ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. ما تنسوش الدعوه الحلوه لتكبر خاطر الست بسيطه، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وحصري وبسيط ومتواضع من مطبخنا البسيط، مطبخ الست بسيطه وبنوتتها. يومكم ونهاركم مليان بالسعاده وبالرضا من عند رب العالمين. قولوا امين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.